بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات، ان شاء الله فيديو اليوم نلقاكم كامل بخير وبصحة جيدة. فيديو اليوم رايحين نعملو طريقة تفصيل موديل قندورة بالبي والازرار. رايحين نشوفوا الطريقة مع بعض. طبعا هنا اللي حبت القندورة تاعها ايفازي تفصل بطريقة الداخل في الخارج، اما اللي حبتها يعني بهذه الطريقة تطوي فقط القماش تاعها على أربعة. نجيو نحدو نصف عرض الكتفين، نزول حرة الكليبيط، خط وربع دوران السطر وخط الخصر. طبعا تنزلوا من هنا يعني ما بين 38 40 41 42 كل وحدة والقياس تاعها. نوصل ما بين خط الصدر وخط الخصر وننزل الى غاية الطول المرغوب هذا الشكل. نضربو هنا مسافة ما تجيناش القندورة مجونحة، نحدو منتصف الحردة ونخرجو من زاوية 3 سنتيمتر ونرسمو الحردة تاعنا. هنا عرض الرقبة راح يكون 8 سنتيمتر، نزول الكتف 1.5 سنتيمتر، ونحدو هنا ميلين الكتف. بالنسبة للرقبة الخلفية راح ينزلو 8 سنتيمتر ونقصو الباترون تاعنا. طبعا حردة الأمام دائما ندخلو ب1.5 سنتيمتر، نعدلو في الحردة. هنا دائما الخلفية تجينا يعني عادي، اما الامامية يعني ندخلو فيها باش ما يجيناش الانتفاخ هنا عند السطر. قصوا الباترون ونكملوا الشرح. نفصلوا الامام على الخلف. هذا الخلف طبعا اذا فصلت بطريقه الداخل في الخارج راح يجيكم الخلف مفتوح. ندخل هنا 12 سنتيمتر ونطلع مسافة 15 سنتيم وننزل ب15 سنتيم. نخرج هنا 1.5 وهنا 1.5 ونرسم لابانس تاعي بهذا الشكل. هذا نفس الشيء في الجهة المقابلة. هكذا نكونوا عملنا الخلف. هذا البنات الخلف. تشو الرقبة نتخيطوا لي بانس. اذا جا هنا مفتوح طبعا رايحين نخيطوه. نجيو هنا للامام. واش نديرو؟ نعدلو في الحردة الامامية هكذا. حبينا نديرو لي بانس البنات نقدروا نديرو لي بانس تاعنا. راح ندخلو ب10 سنتيمتر، نطلع هنا مسافة من 10 إلى 12 ومن هنا من 10 إلى 12 سنتيمتر. نخرج هنا ب1.5 وهنا 1.5 ونرسم لابانس تاعي بهذا الشكل. نروحو هنا للرقبة. الرقبة البنات شو راح نجيو نحدو طول الرقبة تاعنا شحال حنا حابينو. هنايا عمق الرقبة نتوما تتحكموا فيه، هي المتعارف عليها 20 سنتيمتر، لكن راح نزيدو هذيك الزيادة تاع الفتحة. راح ننزل مسافة مثلا 16 سنتيمتر ونرسم الرقبة تاعي دائرية عادي بهذا الشكل. من بعد واش نجي ندير؟ نخرج من هنا 5 سنتيمتر. 5 سنتيمتر هذه البنات مش ثابته، تقدروا تغيروا فيها، تقدروا تديو 4، تقدروا تديو 3، نتوما واش حبيتو يعني الفتحه تاعكم هذيك تكون. نمشي بها بهذا الشكل. قلنا نمشيو بالقيمه هذه الى غايه منتصف. راح نجي هنا ندخل 5 سنتيمتر نعين نقطه، ونجي ندخل من هنايا 7 سنتيمتر ونعين نقطه. هذه هنايا راح تتقص فيما بعد. نوصل ما بين خط نقطة 5 سنتيم ونقطة 7 سنتيم بهذا الشكل. نقص الرقبة هذه. أنا عطيتكم القياسات هذه وانتم تقدروا تغيروا فيهم بهذه الطريقة. واش نجيو نديرو البنات؟ نروحو نستشفوا الرقبة تاعنا عادي، يعني استشفوا الرقبة تاعكم عادي. من بعد نجيبو البي ونجيو نخيطوه هنايا على الحافة تاع الرقبة هذه ونخيطوه يعني ونزيدو يعني الطول تاع الشريط تاع البي هذاك
نطولوه شوية باش من بعد نعملو هذيك الربطة، نزيدو نفس الشي من هنايا، ومن بعد نجيبو قطعة أو البي تاعنا نضروه على 2 ونخيطوه هنا على كامل الرقبة هذه بهذا الشكل. تكونوا يعني كما قلت لكم تسجرتوا الرقبة تاعكم كملتوها، تجيو تخيطوا البي هنايا هكذا، تخليو الشريط هذاك زائد، من هنا نفس الشي، من بعد نطويو البي تاعنا على 2 نفس الشي، ونجيو نخيطوه هنا على كامل الرقبة، من بعد تجيو تزينوا بهذوك الأزرار هنا في هذا المكان. بهذا الشكل، وهنا الشريط البي هذاك اللي يجي زايد تعملوه ربطة. هنا البنسة تاعنا نكملوها بهذا الشكل هكذا، هكذا. بالنسبة للأكمام راهم أكمام كوربي عاديين البنات. راح نعملو أكمام، راح نطوي القماش تاعنا على 4 بهذا الشكل. راح نطلع هنا مسافة 18 سنتيمتر باش نعملو شوية كشكشة. ندي هنا 15 سنتيمتر، طبعا 15 هذه مش ثابتة، وحدة ضعيفة تدي 13 14، وحدة متوسطة تدي 15 16، وحدة بصحتها تقدر تروح حتى ل 18 سنتيمتر في عرض الزنطة. كما قلت لكم هذه قياسات يعني ماهيش ثابتة، كل وحدة والقياس نتاعها. نقص لكم تاعنا بهذا الشكل هكذا بهذه الطريقة. طبعا هنا تروحوا تخيطوا البي تاعكم، خيطوه من الخلف ورجعوه للامام وخيطوه، وهنا طبعا تروحوا تركبوا الاكمام تاعكم. هنا دائما نقول لكم خليو هنا مسافة يعني ما بين 4 اصابع يعني الى 8 سنتيمتر، ونجيو نخيطوا الكم تاعنا هنايا، نبداو من هنا ونخيطوا. وهنا طبعا هذيك الزيادة نعملوها كشكشة او ديبلي هكذا، راح نتحصلوا على الكم تاعنا بهذه الطريقة. هنا قلنا نعملوا البي كما عملناه في الرقبة. هذا هو الموديل تاعنا البنات تاع اليوم، ان شاء الله نكون افدتكم، ونقول لكم الى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.